لو انتي سنة أولى كلية ولسه داخلة الجامعة جديد، ركزي معايا في الفيديو ده عشان الفيديو ده ليكي. أنا فاكرة أول يوم دخلت الجامعة كنت تايهة ومتلخبطة ومش عارفة أي حاجة، رغم الحماس اللي كنت فيه. بس كنت تايهة عن كل حاجة، عن شكل الكلية وعن طبيعة المحاضرات اللي كل حد بيقولي عنها حاجة مختلفة عن التاني، لحد الصحاب وكل الأجواء الجديدة دي. المرحلة دي بتكون مخيفة شوية، بس على قد ما هي مخيفة على قد ما بتكون فعليا مثيرة. واللي حابة أعمله معاكم النهاردة إن نتكلم مع بعض شوية وأحكي لكم عن تجاربي والمواقف اللي مريت بيها، وإزاي كنت بستعد للجامعة، أو إزاي كنت بتمنى أستعد للجامعة. فالفيديو ده مش مجرد نصايح، لأ ده دردشة كده كمان من قلبي، عشان أحس إن انتم داخلين الجامعة وانتم فعليا مطمنين. فيلا بقى مشروبك وتعالي بينا نبدأ الفيديو. ومحتاجة كمان تقولولي إيه رأيكم في المج الجديد بتاعي. انا مش هتكلم معاكم في الاستعداد للجامعة على اساس نلبس ايه ونجيب ايه ونشتري ايه، لا. انا عايزة نستعد للجامعة فعليا مش ظاهريا، نستعد داخليا وعقليا قبل خارجيا. هتلاقوا فيديوهات انا عملتها قبل كده وغيري كتير عملوها قبل كده عن الاستعدادات للجامعة، سواء في اللبس ونشتري ايه ونجيب ايه ومحتاجين ايه في الكلية والتفاصيل دي كلها. ولكن انا بكلمكم عن الجزء الاهم، الاستعداد النفسي. أول حاجة لازم نتكلم عنها والأهم كمان. أنا فاكرة قبل ما أدخل الجامعة كان عندي صورة مثالية كده زي اللي بتكون في الأفلام والمسلسلات، أصحاب كتير، قهوة في إيدينا طول اليوم، لبس شيك ودكاترة لطاف. ولكن الحقيقة مختلفة شوية، أو بصراحة مختلفة كتير. أول أسبوع تحسي بالغربة، متبقيش عارفة تتكلمي مع مين ولا ازاي تقربي لأي حد أصلا، ويمكن نقعد نفكر إننا مش عارفين أصلا نعمل صحاب. ولكن الحقيقة إن كلنا بنعيش نفس الشعور وعايشين نفس الحاجة. فنصيحتي ليكي هنا، خدي الأمور بهدوء، ما تضغطيش على نفسك في إنك لازم تعملي صحاب كتير بسرعة. ممكن تبدأي بكلمة صغيرة مع اللي جنبك في المحاضرة، أو حتى سؤال عن المحاضرة اللي انتوا بتحضروها سوا. الحاجات الصغيرة دي هي اللي بتفتح باب ومجال للعلاقات الجديدة. وكمان ما تقارنيش نفسك بالناس في الكلية أبدا. هتشوفي ناس هتلاقي شكلهم confident جدا، ولكن من جواهم بيكونوا فعلا متوترين زيك. وخليكي عارفة انك داخلة في بيئة اكبر واوسع وفيها ناس كتير مختلفة عن اللي كنت فيها قبل كده، فلازم تكوني داخلة فيها وانتي مستعدة وجاهزة وعندك مبادئك اللي انتي متمسكة بيها من البداية. الجزء التاني، الاستعداد الأكاديمي. خلينا أتكلم معاكم عن أول محاضرة. بالنسبة لي دكاترة كتير ما حضرتش أول أسبوع في الكلية، ولكن المحاضرات اللي حضرتها في أول أسبوع أغلب الدكاترة كانوا بيتعرفوا فيها علينا وبيعرفونا على المجال شوية. والحقيقة إني كنت بدرس علم نفس، فكان أغلب الكلام اللي بيتكلموا معانا فيه كنت واخداه في أدبي علم نفس قبل كده، أو واخدة أجزاء منه يعني كتعريف عن مجال علم النفس. ولكن طبيعي إن الدكتور يقعد 45 دقيقة بيتكلم وانتي literally مش فاهمة نص الكلام اللي بيقوله. بالنسبة لي كتبت أي كلام ورا الدكتور، كل حاجة كانت بتقولها تقريبا. وفعلا لما روحت البيت قعدت كده أبص على الكلام، حسيت إن أنا مش عارفة أبدأ منين. وهنا كانت الصدمة، لأن المدرسة كنا متعودين إن في مدرس بيشرح ويقعد يعيد ويكرر في الحاجة أكتر من مرة عشان توصل لنا ونفهمها. بس في الكلية الوضع مختلف تماما. في الجامعة بتكوني انتي المسؤولة. وبعد التجربة دي قررت إن أنا أغير أسلوبي، وإن أنا أكتب العناوين أو المعلومات المهمة اللي الدكتور بيشرحها وبيأكد عليها، ولما أروح البيت أبدأ إن أنا أدور وأشوف الكتب اللي معايا المعلومات دي فيها بتقول إيه، او ابدا ان انا اعمل سيرش واسال صحابي واتعلم مع نفسي. فنصيحتي ليكي هنا، حاولي ان انت من البدايه توجدي طريقه مذاكره تكون مناسبه ليكي، او على الاقل تكوني قادره ان انت تلمي كل اللي بيتشرح بطريقتك انت وبطريقه مبسطه اول باول. اعملي جدول بسيط حتى لو هتراجعي ساعة في اليوم، او هتاخدي وقت في ان انت تبيضي المعلومات اللي انت كتبتيها في المحاضرة في كشكول كبيرة عندك أو في نوت بوك كبيرة عندك مخصصاها للمذاكرة، وتكتبي فيها أي معلومات جديدة أنت توصلت لها ليها علاقة بالجزئية دي، عشان ممكن تحتاجي لها في وقت تاني وانت قاعدة بتذاكري. وكمان حاولي تحضري وتجهزي شنطة الجامعة من بالليل، كشكول أو نوت بوك وقلم واللابتوب لو بتحتاجيه. دول حاجات بسيطة بس بتخليكي حاسة إن انت جاهزة ومستعدة. وبرده حابة أقول لكم إن مفيش مانع إنك تغلطي عادي،
ايام كتير وفي امتحانات كتير بصراحة مش هضحك عليكم، كنت براكم اللي عليا واتزنق قبل الامتحان بكام يوم. ولكن بعد كده بقيت بتعلم اني اخلص اللي ورايا اول باول على قد ما اقدر. وخلينا نكون متفقين ان انت في الاول طبيعي تكوني مش فاهمة ايه نظام الدكاترة عامل ازاي، ومش فاهمة نظام الامتحانات عامل ازاي، ولا نظام الاسئلة، ولا انت ايه طريقة المذاكرة اللي فعلا تكوني قادرة ان انت تلتزمي بيها. ومع الوقت هتبدأي تتعودي على ده. مع اول امتحان من الترم، مع اول امتحان ترم، هتبدأ الدنيا تبقى أسهل بالنسبة لك وتكوني عارفة ايه الطريقة المناسبة ليكي. ولكن انت محتاجة من الأول تبدأي ان انت تحاولي توجدي لنفسك طريقة مذاكرة عشان ما تحسيش بالضغط عليكي لما تيجي وقت الامتحانات، او ان انت تلاقي نفسك فجأة قدام الامتحانات وانت مش فاهمة اي حاجة ومش عارفة اي حاجة. ده هيكون ضغط اكبر عليكي، مش هتقدري ولا هتلحقي تلمي طالما انت مش لاقية طريقة مذاكرة مناسبة ليكي. لان خلينا نكون متفقين، نظام الكلية مختلف تماما عن نظام الثانوية العامة. طريقة امتحانات الكلية مختلفة تماما عن طريقة امتحانات المدرسة، فلازم تكوني جاهزة ومستعدة لده. الجزء الثالث، الاستعداد العملي والحياتي. خلوني أكون صريحة معاكم، أنا في أول يوم في الكلية أخدت شنطة مليانة كل حاجة ملهاش لازمة. بجد كان فيها تفاصيل كتير ما كنتش محتاجاها وملهاش أي لازمة معايا، ولكن كنت حاسة إن أنا عايزة أخد كل حاجة عشان ما أقعش في أي موقف أو في أي حاجة. ومن ضمن تجهيزاتي للجامعة كنت جايبة حاجات كتير قوي، فأنا عايزة أستخدم الحاجات دي ومتحمسة قوي للكلية وعايزة أروح الكلية وأنا معايا كل حاجة. بس الحقيقة إن أنا اكتشفت ان انا مش محتاجه كل الحاجات دي، انا بس محتاجه الاساسيات اللي انا فعلا هستخدمها. وخليني اقول لكم بقى ايه هي الاساسيات دي اللي فرقت معايا، او فعليا اللي وجودها بيفرق معايا حتى بعد ما اتخرجت وبشتغل. نوت بوك صغيره، قلم، ازازه ميه، وسماعات عشان اسلي فيها نفسي سواء كنت بسمع بودكاست او بسمع اي حاجه ما بين وقت المحاضرات او في المواصلات. وباك صغيره فيها سان سكرين وهاند ووش وهاند كريم عشان بجد بيفرقوا كتير. من الناحية الحياتية، الجامعة علمتني إني أعتمد على نفسي أكتر. في البداية كنت بسيب الحاجات كلها تتراكم عليا، بس بعدين أدركت إن أنا حياتي في إيدي، وأنا لو ممسكتش زمام حياتي فمحدش هيجي يعمل ده، ولا أصلا هينفع إن حد يعمل لي ده. مش هينفع أعيش حياتي بتوجهات أي حد تاني، أو إن حد تاني يكون هو اللي مخليني عايشة حياتي كأني زي العروسة اللعبة بيحركني زي ما هو عايز. لا، حياتي بإيدي أنا، ولو أنا ما عملتش ده فأنا حياتي هتضيع في الولا حاجة. فنصيحتي ليكي هنا، اتعلمي توازني ما بين الدراسة وما بين حياتك. في وقت المذاكرة، وفي وقت الخروج مع أصحابك، وفي وقت لنفسك. لما كنت بركز على جانب واحد بس فعليا كنت بتعب جدا، وكنت بحس ان انا مش لاقية نفسي ومش حاسة ان انا مبسوطة في حياتي، لحد ما بدأت ان انا اتعلم اوزع طاقتي صح. وحتى لو مش موزعاها بالكمال، ولكن ان انا قادرة ان انا امارس كل ادواري في الحياة، مش بس دوري كطالبة او بس دوري كصاحبة، لا، انا بمارس كل ادواري في الحياة بتوازن. ودي حاجة فعليا فرقت معايا كتير قوي وقت الدراسة حتى كمان بعد ما اتخرجت، لان الموازنة دي بتخليكي تحسي من جواكي ان انت مرتاحة اكتر. فالخلاصة ان الجامعة مش سباق، هي رحلة، وهتتعلمي فيها مش بس من المواد الدراسية، لكن هتتعلمي ازاي تفهمي نفسك، وازاي تتعاملي مع الناس، وازاي تبني استقلالك. ما تخافيش تغلطي، كل غلطة بتغلطيها فانت بتتعلمي منها. وما تضغطيش على نفسك في انك لازم تكوني مثالية. دي مرحلة احنا محتاجين ان احنا ننبسط ونستمتع بيها، لان بجد هتطلعوا منها بذكريات كتير هتكون حلوة ليكم لو انتوا عرفتوا تعيشوها صح وتستمتعوا بيها. ولو انتوا عرفتوا توازنوا ما بين الدراسة وما بين حياتكم، هتحسوا وانتوا متخرجين ان انتوا فعليا مبسوطين بتخرجكم، وانكم قدرتوا تدرسوا في حاجة وطلعتوا منها بكارير كويس، وكمان ان انتوا قدرتوا تستمتعوا بحياتكم وسط كل ده. ففي النهاية، الكلية والجامعة مش مكان مرعب خالص، بالعكس، انت لما تبدأي تتعودي عليها هتبدأي ترتاحي كتير قوي، وهتبدأي ان انت واحدة واحدة تعملي صحاب. ومش بالضرورة ان انت اول ما تدخلي تتعرفي على ناس جديدة، لسه مع الوقت هتبدأي تاخدي على الوضع اكتر، وهتبدأي تتعودي اكتر، وهتبدأي اصلا التفاصيل بتاعة الكلية وان انت تدخلي في تفاصيل الكلية يبقى وراكي assignments تعمليها وحاجات كتير تعمليها في الكلية مطلوبة منك، هتخليكي تتعرفي على ناس جديدة وتبدأي ان انت تندمجي واحدة واحدة. ولكن خليني اقولك
نصيحة: حاولي تقربي للناس اللي شبهك، بلاش تتغيري عشان تبقي شبه حد، وبلاش تسيبي نفسك فرصة لان حد يأثر عليكي بشكل او باخر، عشان انت هتبقي عرضة كده ان انت كل حد هتعرفيه كل ما هتبقي بتغيري في نفسك وفي شخصيتك عشان تتواجبي مع الشخص ده او عشان تبقي شبه الشخص ده. خليكي نفسك بجد، اللي هيتعرف عليكي هيتعرف عليكي عشانك انتي، وهيتعرف عليكي لنفسك ولشخصيتك انتي. خلي عندك مبادئ قبل اي حاجة، عشان دي اللي هتمشي بيها طول حياتك مش بس في فترة الجامعة. وبس كده، كده يكون استعدادنا للجامعة خلص. حبيت ان الفيديو ده يكون مختلف عن استعدادات الجامعة اللي دايما بنشوفه واللي دايما بنعرفها. احنا محتاجين نستعد داخليا وعقليا قبل خارجيا. وانا بقى حابة اسمع منكم ايه اكتر حاجة مقلقاكم من الجامعة، واكتبولي في الكومنتات عشان يمكن نعمل فيديو تاني نجاوب فيه على كل الحاجات اللي انتوا هتكتبوها دي. وبس كده، كده يكون فيديو النهارده خلص. يا رب يكون الفيديو افادكم وعجبكم. ودلوقتي اقدر اقول لكم ربنا يحل ايامكم واشوفكم دايما بتضحكوا. سلام.